ويحكي خالد بن الوليد قصته بنفسه ويقول: مفيش موقف حصل ما بين قريش ومحمد الا وحسيت بشعور غريب، كأني في موقف غلط واني مش على حق، بس كنت بتجاهل الشعور ده لحد ما جت لحظة صلح الحديبية. لما خرجت مع الفرسان عشان نقابل محمد في الطريق، كنت ناوي اهجم عليهم بكل قوتي وانتهي منهم نهائي، خصوصا ان محمد ما كانش في موقف قوة وما كانش معاه سلاح كافي انه يدافع عن نفسه هو والمسلمين. فجأة محمد يقوم ويصلي الظهر قدامنا، قلت خلاص ده الوقت المناسب للهجوم. ويقول وانا ببص عليهم ما قدرتش اهجم، فضلت واقف مكاني ما قدرتش اتحرك، في حاجة جوايا بتمنعني، زاد جوايا شعور اني في موقف غلط واني مش على حق. وبعديها يقوم محمد تاني ويصلي صلاة العصر وصلاها صلاة الخوف، وكل ده واحنا قدامهم. قلت وقتها خلاص ههجم دلوقتي، بس نفس الشعور رجع لي وبقوة وخلاني واقف مكاني مش عارف اتحرك. قلت ساعتها ان محمد ممنوع، في حاجة بتمنعني ان اقرب منه، وخصوصا ان مفيش ولا معركة مع محمد طلعنا منها بحاجة. ازاي في غزوة الخندق واحنا اقوى واكتر منهم شوية هوا يرعبونا ويخلونا ننسحب من قبل ما تبدأ المعركة، وفي غزوة احد واحنا منتصرين ومحاصرينهم ليه سيبناهم ومشينا؟ ليه ما قتلناش محمد؟ رجعنا مكة من غير اي حاجة، في حاجة اكبر مني بتحميه. وبعد ما صلى المسلمين صلاة الخوف رجع خالد والفرسان لمكة، وبعدها يعرف ان قريش عملت الصلح مع المسلمين، ويحس خالد ان الدنيا ضاقت بيه ومالوش حتة يروحها. وتعدي سنة كاملة وخالد حاسس بنفس الشعور، ويرجع المسلمين عشان يعملوا العمرة، ويقول خالد انه ما كانش عايز يشوفهم عشان قلبه وتفكيره مقسومين نصين، وعنده احساس ان محمد على حق وقريش اللي على غلط. فراح طالع للجبال عشان ما يقابلهمش، وفجأة يلاقي المسلمين قدامه. كان النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة ومعاه 1400 مسلم، وكانوا بيهللوا ويكبروا وهم داخلين. فانشرح قلب خالد باللي شافه. وفي التوقيت ده كان من ضمن 1400 مسلم الوليد اخو خالد اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعمل العمرة. فضل يدور على خالد بس ما لقاهوش. وبعد ما المسلمين يخلصوا العمرة ويمشوا وينزل خالد لمكة، يتفاجئ ان الوليد سايب له رسالة، فيفتح الرسالة ويلاقي مكتوب فيها: لم أرى يا خالد أغرب من غياب عقلك عن الإسلام، وعقلك هو عقلك يا خالد، ولقد سألني رسول الله عنك وقال لي يا وليد أين خالد؟ فقلت يأتي به الله يا رسول الله. فقال لي: وهل مثل خالد يجهل الإسلام يا وليد؟ والله لو أتانا خالد وجعل قوته للإسلام لقدرنا منزلته. وخالد بيكمل ويقول: وصلتني الرسالة وفضلت أقرأها وابتسم متعجب في سؤال رسول الله عني، يعني